أنا نوريان ودي قعدة نسوان. 1 2 3 4. ودي قعدة. ياه، بقالي كتير قوي نفسي أعمل القعدة دي. يعني حاسة من كتر ما أنا عايزة أعملها عايزة أسميها القعدة اللي ما بتتصورش. حشتوني قوي يا جماعة. هم جماعة قليلين أنا عارفة، بس انتوا حشتوني. و والإحساس بتاع إن أنا أصور القعدة وحشني، وأخيرا عشان أنا كنت كل الفترة دي مستنية الوقت المناسب والمكان المناسب اللي هم عمرهم ما يجوا. خلينا في القعدة دي نقول أسباب الاختفاء كل ده. يعني أنا أول قعدة كنت مصوراها في مايو اللي فات 25، وإحنا دلوقتي في 12 25، يعني تقريبا 7 شهور. طيب هي القعدة فين؟ هي نسوان فين يعني؟ المهم كان في شححان في نسوان الفترة اللي فاتت، وده كان السبب الاختفاء. بصراحة مش ده السبب بس، يعني أنا كنت محبطة جدا ومش حاسة إن أنا عايزة أكمل القعدات، يعني ما كانش ليا نفس قوي. وده كان سببه حاجة بسيطة جدا، إن النسوان اختفت. النسوان اختفت. اه والله انا كنتش لاقيه نسوان. طب ازاي مش لاقيه نسوان؟ ازاي؟ هقول لكم ازاي. كان في فيديو منزلاه قريب، كان ريل، وكنت بقول ان انا صورت حلقه وصورت التانية، والاتنين فشلوا فشل ذريع. والفشل ده هو كان سبب احباطي ان انا ما كملش قعده نسوان، او يعني مأجله قعده نسوان. عموما اديني اهو، وجيت وقررت ان انا هصور النهارده قعده ولوحدي وخلاص. يعني انا عايزه مبدأ عشان مش هينفع. ليه بقى الاتنين فشلوا فشل ذريع؟ اول حاجه، انا صورت اول قعده كان في مايو، ونزلتها في مايو، اول مايو تقريبا. خلال مايو صورت قعدتين، يعني صورت قعده في نص مايو وواحده في اخر مايو، والاتنين فشلوا فشل ذريع. مش عارفه انتوا سامعين صوت القط ولا لا، بس هو عشان عايز يتجوز، فالموضوع صعب بسبوسه، يعني الموضوع صعب، فلو سامعين وعدوا. المهم، اول حلقه صورتها كانت مع صديقه بعزها جدا، وهي لو بتشوف القعده دي هتبقى عارفه ان انا بتكلم عليها. القعده كانت لذيذه قوي، وكانت في الصيف، داخلين في الصيف، فكان الجو حر. عملنا اقصى ما عندنا عشان نصور، قفلنا التكييف، قفلنا المروحه، قفلنا كل حاجه، صورنا في نور، صورنا كنبه. وده السبب برضو اللي انا كنت بقعد ادور على اماكن معينه، لازم قاعده كنبه مثلا، وكنبه تكون في وشها اضاءه، علشان كنت ببدا بقلل التكاليف. يعني كنت بادئه بالموبايل بس، يعني حتى ما كنتش لسه جبت مايكات. المهم قعدنا فتره نصور القعده تقريبا 4 ساعات 5 ساعات، وفي الاخر طلعنا القعده اللي كانت اصلا، يعني الفيديو كان كبير قوي، وعلشان اعمله مونتاج كان لازم انقله على اللابتوب. قعد ما كانش راضي، وحاولت واخترت بقى ناس معينه اعرفهم، معلش ممكن تساعدني في المونتاج وكده، لان انا كنت بعمل مونتاج لوحدي يعني. المهم وصلنا لنهايه القعده وعملناها، وقلت لها ان هي قالت لي ما تنزليش القعده. قلت لها ليه ما نزلش القعده يعني؟ ها. قالت لي لا، انا ما كنتش مرتاحه قوي خلال القعده، ومش حاسه نفسي قوي، فبعد اذنك ما تنزليهاش، انا مش راضيه عن القعده. فخدت كده، خدت الصدمه، عارف، خدت الصدمه. اوكي ماشي نصور تاني. قلت لها يعني خلينا نشوف، انا عندي حلقة تانية يعني. المهم خلينا نشوف. بس بصراحة جالي احباط كبير قوي بعد المجهود ده، لان انا اصلا عاملة قعدة نسوان عشان انا مش عايزة اعمل مجهود وعايزة اصيح، فيعني فكان الموضوع بالنسبة لي مرهق جدا، ان انا بعد ده كله ضيعت طاقة ومجهود، وفي الاخر القعدة ما تنزلش. بصراحة احبطت جدا، والموضوع ما كانش احسن حاجة. قلت خلاص مش مشكلة، يلا اللي بعده. صديقة تانية، وهي ما بقتش صديقتي دلوقتي بصراحة، يعني كلامنا قليل قوي. آه بعد ما صورنا والقعدة كانت لذيذة جدا، برضو بسبب مشاكل عندها قالت لي بعد إذنك ما تنزليش القعدة. وأنا مش هعرف أقول إيه المشاكل، علشان خصوصيتها بصراحة مش هقدر أقولها، ولكن عندها مشاكل بشكل ما. وقالت لي بعد إذنك ما تنزليش القعدة، لو عايزة تنزليها ممكن تنزليها زي ما بتنزليها صوت بس على سبوتيفاي، لو كده بعد إذنك ما تنزلهاش عشان القعدة تعمل لي مشاكل. تاني صدمة على طول على طول على طول بعدها، يعني مثلا واحدة واحدة، لا هما الاتنين ورا بعض على طول. فتمام، ماشي خلاص يعني. اوكي، يعني انتي قبل ما تيجي تصوري معايا انتي مش عارفة ان انتي عندك مشاكل، وان القعدة دي لو نزلت هتعملك مشاكل، وعايزاني كمان انزلها صوت، ولما انزلها صوت ما اقولش اسمك، يعني اقدت اسمك ازاي؟ يعني القعدة كلها انا بقول لك يا فلانة يا فلانة يا فلانة يا فلانة، ها يا فلانة، هشيلها ازاي؟
فانا كنت لا يعني مش قادره، لا حقيقي يعني مش قادره، لان انا اصلا عامله قعده نسوان عشان انا مش قادره، فتعملوا فيا كده ابقى مش قادره اكتر يعني يا جماعه. ايه. قلت خلاص تمام، هاخد بريك اسبوعين 3 الدنيا تهدى وخلاص بقى سيزون الساحل جاي، وكان الكلام ده في شهر 6 اخر 6. قلت خلاص سيزون الساحل جاي بقى وممكن اعمل قعده نسوان في الساحل، وهوبا خليني في الحلقه في الوقت ده هبعت لناس كانوا لما نزلت القعده الاولى قالوا لي الله احنا متحمسين جدا وعايزين نطلع معاكي. فبعت لواحده قالت لي نظبط ونكلم بعض. طبعا انتوا عارفين كلمه نظبطها دي فيها لنهايه العالم، لما اولادنا ان شاء الله هم اللي هيظبطوها. تاني واحده قالت لي مش خليها يوم الثلاث الجاي، قولي لي فاضيه امتى، فقلت لها الثلاث الاربع اللي جايين مثلا. هو لحد دلوقتي ما اعرفش الثلاث الاربع كانوا انهي ثلاث واربع، يعني انا قلت لها اللي جايين، فهي غالبا ما ردتش على المسج لحد دلوقتي، فشكرا ليكي. وهي هتبقى هي لو شافت الفيديو او شافت القعده دي تبقى عارفه نفسها. فبعد ما خلصنا موضوع الاثنين دول كان في صديقه ليا ثالثه وانا بحبها جدا وهي عارفه نفسها برضو، لو شافت القعده دي هتبقى عارفه ان هي كنت حابه انها تطلع معايا. فكلمتها وقلت لها ايه رايك ما تيجي تطلعي معايا؟ قالت لي والله نفسي ولكن مش هعرف اطلع معاكي. قلت لها يا ترى ليه؟ ها يا ترى؟ قالت لي عشان اسم البرنامج. هي من بلد في الأقاليم، بس اللي هي لو طلعت في برنامج بالاسم ده هيبقى قدام عيلتها مش أحسن حاجة. فتمام، يعني أنا بالنسبة لي أوكي، أنا I respect جدا الوجهة النظر دي، وإن هي قالت لي من البداية طبعا مش زي اللي حصل في القعدتين الأولانيين. فأنا كان الكلام ده في عز الصيف وأخدت وقت يعني إن أنا أحاول أرجع تاني أصور أو أشوف ناس تانية. بصراحة انا قفلت، يعني هم النسوان راحوا فين يعني؟ فاهمه اللي هو ايه يا جماعه؟ ايه في ايه؟ انا اصلا ما كنتش قادره وعامله القعده تشم مش قادره، فتعملوا فيا كده فتخلوني مش قادره اكتر. لا بلاها بقى يعني، خلاص انا قلت ان انا ايه بلاها. فدخلت كده في نوبه احباط وقلت خلاص لما يبقى لي يجي وقت مناسب ابقى اكمل. وقعدت فتره بقى خلاص انا مش عايزه اكمل. بعدين حسيت لا انا عايزه اعمل وهكمل حتى لو لوحدي، وقلت خلاص انا ممكن اطلع اصور لوحدي. فقلت بقى خلاص انا عشان حاجه تديني دافع اشتريت المايك ده عشان الصوت، عشان كان بيتعبني في لما كنت بحاول اعمل له تحسين يعني وانا بعدل الفيديو. واشتريت الرينج لايت اللي انا حاطه عليها الموبايل دلوقتي. قلت يلا تشجيع، يلا هوبا هوبا هوبا، وتحمست جدا. وبعدين لا انا مش عايزه اصور. ليه؟ عشان انا مستنيه اضاءه كويسه. طب الاضاءه الكويسه دي اجيبها منين؟ لا شمس، عايزه اصور في شمس بقى زي ما صورت القعدات اللي فاتت، شمس او اضاءه نهاريه. انا عندي في البيت ما عنديش الكلام ده يعني، قليل جدا عشان كان الشتاء كمان داخل. انا كنت بتكلم ده مثلا في 10 او اخر 9. فكان خلاص يعني بدات الخريف، والخريف بيجي عندي في البيت فخلاص ما فيش شمس كتير، او اصلا الشمس ما بتدخلش يعني. هي حتى في الصيف كانت بتيجي تلت ساعه ربع ساعه وبتمشي. مستنيه بقى ايه؟ كنبه في مكان فيه شمس. والصبح طب هعمل ده فين؟ مثلا قلت اروح عند اختي لما بسافر، لما اعمل حاجه اشوف حد من صحابي. انا اصلا وقتها في الفتره دي انا خلاص انا قرفت، اللي هو حسيت كده انا مش عايزه اتكلم مع حد، انا مش عايزه اتكلم خلاص، انا مش قادره ومش عايزه. فكنت من اخر شهر 9 اللي يمكن لحد دلوقتي انا كنت مستنيه اللحظه المناسبه، الوقت المناسب، المكان المناسب. يا حبيبتي يا ماما يلا بينا، لا طب مفيش وقت مناسب خلاص بتلكك. طب انا كنت اشتريت المايك واشتريت كل حاجه يعني حاجه تشجعني، لا مفيش. فناس كتير بدأت صحابي يبعتولي لا انت محتاجه ترجعي، انت وحشتينا، انت مش عارف ايه، ليه ده الموضوع حلو قوي. ومؤخرا بدأت الناس تديني دفع شويه ان انا افكر في الموضوع. طب هو ايه اللي خلاني اصلا اصور القعده دي النهارده؟ انا لسه راجعه من عند الدكتور، وانا اصلا بقالي فتره صحيا ونفسيا مش احسن حاجه. ف... فانا قررت ان انا عايزه ابسط نفسي، وكان ده الدافع الصراحه ان انا اصور النهارده. قلت بقى بلاها بقى مكان ولا بلاها شمس ولا انت هتصوري. طب هتصوري فين؟ الكنبه؟ اخويا قاعد يتفرج على الماتش اصلا مش عارفه اصور الكنبه بتاعت بيتنا. طب السرير؟ لا مش هينفع، خصوصيه رقم 1 في حياتي ما ينفعش السرير، مش هينفع اصور وانا قاعده على السرير. طب تعملي ايه؟ هغلب؟ لا بقى خلاص انا خلاص هي نونوت في دماغي ان انا هصور القعده النهارده. فقلت اقعد على المكتب. انا قاعده على المكتب وقلت حتى اشير شويه من الفايس بتاعتي، جزء مني برضو يطلع، وانا هصور النهارده يعني هصور النهارده باي شكل من الاشكال. واديني اهو صورت قاعده التانية، يعتبر هي دي القعده التانية، هي اكشي القعده الرابعه لو هنحسبها بالقعدات اللي انا صورتهم. ولكن لا هي هتبقى بالنسبه لي القعده التانية. والقعدتين اللي فاتوا دول انا رميتهم في الزباله اصلا، مش عايزه افتكرهم تاني يعني، هم خلاص انا هقولهم النهارده هيتشالوا خلاص يعني. او ممكن بعد كده لو طلعت في برنامج ولا حاجه والناس بقى بتقول لي احكي لنا قصص فشلك فاحكي لهم القصص دي. وبصراحه عشان اكون صريحه يعني، هو لولا اللي حصل ده انا ما كنتش عملت حاجه مهمه جدا.
طب وايه الحاجه المهمه اللي انا عملتها دي؟ ان انا غيرت اصلا الموديل بتاع قعده نسوان. يعني انا مثلا كنت مخططاه بطريقه معينه، ومثلا ترتيب القعدات كان بشكل معين. لولا اللي حصل ده ولولا البريك اللي انا اخدته ده، انا فعلا طلعت بموديل جديد جدا، وحاسه ان انا لا، الفتره الجايه هطلع بحاجه احسن. يعني مثلا لولا اللي حصل ده انا ما كنتش هتشجع مثلا انا اجيب رينج لايت، انا ما كنتش هتشجع ان انا اجيب مايك كويس عشان يساعدني في الايديتنج. فبدات افكر في الحاجات دي. بعدين شفت مين الكومن ما بين النسوان، وانا اقول عليهم نسوان ان انا قعدت معاهم الاثنين، والنسوان اللي انا كلمتهم وهم ما رضيوش يجوا، او احنا ما ظبطناش، او بغض النظر ايه اللي حصل. بس انا قعدت اشوف ايه الكومن ما بينهم. شفتهم بقى، لا في منهم حاجه مشتركه جدا. هات الحاجه المشتركه دي ارميها في الزباله. الفتره الجايه ان شاء الله، يعني الناس اللي انا هقعد معاهم بدات احط لا يعني رولز كده، قواعد يا حبيبتي، انت هتيجي كذا 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 كذا. يعني بجد، يعني انا فعلا لو هقول انا ممتنه للي حصل، مع اني انا عايزه ارميه في الزباله بجد. يعني انا حرفيا عايزه انسى اللي حصل ده، بس انا ممتنه ليه لان هو خلاني اعمل زي تشيك ليست للناس اللي انا هختارهم يجوا يقعدوا معايا في القعدات دي، ويبقى في بينا زي ايه اجريمنت. بصوا يا جماعه هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، تمام تمام. لكن مش بعد ما اعمل مجهود تيجي تقولي لي لا ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش، كبرنا احنا على الحاجات دي وانا مش قادره. انا عامله قعده نسوان عشان النسوان اللي مش قادره، اللي انا ان شاء الله هبقى العمده بتاعتهم. فتمام، يعني عارفه، فاهميني انا بتكلم في ايه؟ يعني انتوا فاهمين اللغه صح؟ عامله قاعده علشان مش قادره فييجوا يخلوني مش قادره اكتر. وبيقول لك ايه، الست بتساعد الست. انا اقول عليها ست بقى عشان كلمه نسوان دي بقت بتزعل ناس كتير، مع اني مش عايزاها تزعل ناس كتير، بس هي يعني. فده كان ملخص قعدتنا النهارده، اللي هي حاسه مش عارفه اسميها ايه، بس حاسه عايزاها اللي ما تتسماش، او القعده اللي ما بتتصورش، مش عارفه اسميها ايه يعني. ولكن يعني الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحله دي، وان شاء الله ان شاء الله القعدات الجايه هتكون بشكل مختلف يا رب. يعني انا اتمنى انها تكون بشكل مختلف. فشكرا ليكم لو انتوا فضلتوا لاخر القعده وسمعتوني، وبجد اتمنى لو حابين بجد القعده تستمر ان انتوا تشجعوني، عشان انا في امس الحاجه ان حد يشجعني ان انا اكمل، لان كان بقالي فتره كتيره نفسيتي مش احسن حاجه وصحتي. فادعوا لي وشجعوني، انا فعلا محتاجه ده. واشوفكم على خير وبس كده. وانا نوريان، ودي قعده نسوان من على المكتب. باي. رجلي مش قادرة، قعدة المكتب دي صعبة قوي. النبي مالنا الا بعضينا.